السلام عليكم. الفيديو ده انا عامله علشان عايز اوضح نقطة منتهى الاهمية. عندنا الاتنين اللي فوق دول، اللي تحت ده اسمه احمد والتاني هنفترض ان اسمه آسر. احمد وآسر عندهم 16 18 سنة كده. المهم الاتنين اتعلموا شوية مهارات وطوروا من نفسهم في جزئية معينة. المهم ان احمد فضل مصمم، احمد اللي تحت فضل مصمم ان هو لا يطور ولا يجازف ولا يحط اهداف ولا يتعلم حاجات جديدة، وفضل ماشي بنفس المهارات اللي اكتسبها قبل كده. كل شوية يقابل مشكلة ويقف عندها ويواجهها بنفس قدراته وامكانياته وتخسره، ويفضل مكمل في نفس الطريق بتاعه بنفس امكانياته ونفس مهاراته لحد ما وصل للنهاية اللي انتوا شايفينها دي. نيجي بقى للي فوق ده اسمه آسر. اشتغل شوية بالمهارات دي، بعد كده راح جاي مجازف وداخل في حاجة او فكرة جديدة وطور من نفسه ومشى شوية وراح جاي واقع في مشكلة. هنا بقى بتيجي الناس تقول انت مش هتنجح، انت فاشل، انت الطريق صعب، محدش هيدعمك بالقوة اللي انت فاكرها. آسر راح جاي بالمهارات اللي بتكتسبها جديدة والخبرات اللي بقت عنده وبالتجارب اللي قبل كده، راح جاي مجازف مجازفة محسوبة، وراح جاي واخد خطوة كمان وطور من نفسه ووصل لحد هنا، لحد ما انتوا شايفين فوق كده هنا. المهم شوية وراح جاي واقع معاه مشكلة كمان، حصل معاه مشكلة كمان، طور من نفسه وزود مهاراته وجازف مجازفات محسوبة واتجرأ وكمل لحد ما وصل للنهاية اللي انتوا شايفينها فوق دي. اعتقد كده الرسالة واضحة وباين الفرق كويس جدا ما بين احمد ووصل لفين وما بين آسر ووصل لفين. في الطريق ده بقى زي ما قلنا كده هتقابل لما بتقع في مشكلة اللي يقول لك رأيين، اللي يقول لك انت هتفشل ومش هتنجح وده صعب وما تجازفش، وهتقابل اللي شايفين ان انت محقق نجاح ومش شايفين التعب والمجهود والارهاق والبذل اللي انت بذلته. فلا تاخد برأي ده ولا تاخد برأي ده، وطور من نفسك وجازف، وصدقني هتوصل كده زي آسر.